حضرتك هتديني نفس المساحه اللي اديتها للاخت، اللي هي من الرشوه ومن الصدمه لازم تقول كده، من الفساد اللي عمله ابوها لازم تقول كده. الرشوه هي اللي وجعت بطنها، الاستغلال النفوذ اللي بيعمله ابوها وبيسيطر على الناس بالاعلام هو اللي عمل في بطنها كده. من القوه التسجيلات ومن الفيديوهات اللي هي تيقنت تماما منها عملت بطنها وجعها وانسحبت. اما سحر ايه ودجل ايه يا استاذ وائل؟ ده هم دايما يستخدموا وهي بتطلعك من الموضوع خالص. خلينا في صلب الموضوع، وفي صلب الموضوع في النيابه العامه. لما تثبت النيابه العامه اللي مفيش تسجيلات، مفيش فيديوهات، مفيش تحريات، مش متلبس برشوه، يبقى الكلام ده اقول لك ده سحر. لكن هي بتتفنن ازاي تطلعك بره القضيه، دي شغلانتهم. زي ما كان بيتفنن حمدي الفخراني رئيس مكافحه الفساد اللي هو اساس اسس الفساد، وهذا الموضوع ستثبته النيابه العامه في تحقيقاتها وبالصوت والصوره، بالصوت والصوره. هذا الكلام كلام هراء، وانا يؤسفني ان انا تعاملت المداخله دي مع حضرتك يا استاذ وائل، ولكن الرد الوحيد هقول هذا كلام جهلاء، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام عليكم. استاذ علاء، الف شكر.